السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان: هل يا دكتور الادويه ينفع ان انا اخدها على معده فاضيه، سواء ادويه في تخصص الاسنان او اي تخصصات طبيه؟ هقول لك في الغالب هو مش كويس، او عايز اقول لك يعتبر المعظم مش حلو، الا اذا لو الدكتور قال لك ممكن. ليه؟ لان انت لما تيجي تاخدها على معده فاضيه بتسبب لك ممكن قرحه في المعده، بتسبب لك الام في المعده او التهابات في المعده. طب وعليه ما انت تفطر الاول بعد كده تاخدهم، ده الافضل. بس ممكن في ادويه معينه لو سالت الدكتور ممكن يقول لك ماشي لو انت عايز تاخدها. الناس مثلا ساعات لا قدر الله ممكن يكون نسيت خدتها، مش عارف عشان مستعجله كانت رايحه الشغل ولا حاجه. وخاصه ده في الادويه، عايز اقول لك بتعمل قرح الادويه اللي بتبقى عايزه تاخدها على فترات زمنيه طويله عشان يتم التعافي. فانت كل يوم دواء على معده فاضيه، دواء على معده فاضيه، بتلاقي الموضوع ايه في الاخر؟ بيقلب معاك لامراض تانية. فانت بدل ما تعالج حاجه بتبوظ حاجه تانية، ودي مشكله الادويه الكتيره. بس وكنا اتكلمنا بكده في حلقه 7 عن ان الادويه يعتبر بتبوظ الكلى. الادويه الكتير عماله على بطال بتضر دايما الكلى وبتضر المعده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.